كان هذا تقديم المباراة اليوم من إنجاز زميلي صالح الهداوي. نواصلوا في استعراض تاريخ الديربي في أرقام من أعداد زميلنا عماد الكيلاني. قلنا هذه المواجهة اليوم رقم 117 عدد المواجهات السابقة، 116 عدد انتصارات الترجي الرياضي التونسي 45 انتصار، عدد انتصارات النادي الإفريقي 26، عدد التعادلات 45، وعدد الأهداف المسجلة 244. كان نصيب الترجي الرياضي منها 139 هدف، واهداف النادي الافريقي 105 اهداف. اكثر لاعب مشاركه في الدربيات هو طارق ذياب 29 مباراه. افضل هداف في الدربي حسن بعيو 9 اهداف، واول دربي كان في 13 نوفمبر 1955 في ملعب الشادي زويتين، فاز به النادي الافريقي وقتها هدفين مقابل صفر. اهداف المرحوم منير القبيلي تسميت باسمه حديقه النادي الافريقي، ورضا المدب كان سجل الهدف الثاني للنادي الافريقي. كان هذا حديث الارقام، حديث التاريخ. نجيو توا لحديث الحاضر مباراه اليوم. سعدي، ديربي اكيد صعيب التكهنات، صعيب. هاي تشكيله الفريقين، ما دام عطانا زملائنا تشكيله الفريقين نذكر بسرعه بتشكيله الفريقين. بالنسبه للنادي الافريقي في حراسه المرمى عاطف الدخيلي، حمزه العقربي، علاء البسليمي، محمد علي اليعقوبي، سيف دقا، خالد القربي، اشرف الزيتوني، ماهر الحداد، سلامه القصداوي، عبد المؤمن جابو، وزهير الذوادي. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي وسيم نواره، غياب معز بن شريفات عرض لاصابه، ايضا غياب سامح الدربالي يلعب في مكانه اليوم ايهاب المباركي، خليل شمام، شمس الدين الذوادي، محمد علي بن منصور، حسين الراقد، هاريسون افول، ايهاب المساكني، محمد علي المهذبي، يوسف البليلي، واحمد العكايشي. سيد علي، قلنا مباراه ديربي اكيد وكما نقولوها ديما ما تخضعش التكهنات. سمعت شكر الواعر في اول اسبوع قال لك قبل نقولوا الفريق اللي يبدا ماهوش مرشح للفوز بالديربي هو اللي يفوز بالديربي، لكن اليوم نلقاو النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي تقريبا في نفس الوضعيه، بيناتهم نقطة فقط في الترتيب. زوز فرق مازالوا ما بلغوش ذروة المردود نتاعهم، مازالوا ما قدموش المردود اللي ينتظروا فيه جماهيرهم الاثنين، وصعيب هذا يزيد يصعب أكثر مهمة التكهن بنتيجة في الدربي اليوم. احنا ديما المهمة صعيبة باش تتكاهن، معناتها صعيبة بالدربي ولا واحد يتكاهن فيها كيما قال شكري صحيح. معناتها كنا قبل اللي تشوفوا الكيب تشوفوا فافوري تقول هذيك اللي ما تربحش. دونك الديربي هذاك علاش ما تنجم تسجل عليه حتى شيء. تبقى الوضعيه تو نتاع زوج جمعيات كيف معناتها الحاله نتاعهم كيف اللاعبين الكيبات مش قاعدين يلعبوا، مش قاعدين يقنعوا، قاعدين يربحوا وكاو، معناتها مش قاعدين يقدموا في مستوى طيب. بتشوف نفس اللاعبيه، نفس الافكتيف، نفس بون الترجي غير المدرب بالنادي الافريقي عنده مدرب من يبدا العام هولندي، من يبدا العام بون يلزم ياخذ وقته. تبقى كاقناع الجمعيات اللي ما تقنعش، قاعده تربح، قاعدين يربحوا. اهم حاجه هو كونه يربح. تبقى انا نقول اذا كان فما باساج فيد على الملاعبيه راهي توالت برشا خاطر باساج فيد معناتها جمعتين ثلاثه اللاعبيه لازم يرجعوا للفورمه نتاعهم. سينو كيفاش باش تشوف دربي كبير برشا اذا كان اغلب الملاعبيه في زوج جمعيات ماهمش في فورمتهم، وهذه مش قيمتهم الفنيه اللي نعرفوها. معناتها نعرفوهم لاعبيه واحد نعرفوا قيمتهم الفنيه بالكدا ما همش قاعدين يلعبوا على قيمتهم الفنيه. علاش ما نجموش نعرفوا علاش؟ يعني كيما قلت لك مساجة فيت كانت عدات على ملاعبي ما لازمش تتوالى، يلزم يرجع للفورمه نتاعو. توا طويلت برشا الباساجا فيت في زوج فرق. باش نجيك سي بسام، لكن قبل ما نجيك نذكر التلفزه الوطنيه تمنحكم فرصه الفوز ب 1000 دينار اذا كانت تتكلم فوز النادي الافريقي. ابعث اس ام اس في ساعه على الرقم 85959. اذا كانت تتكهن فوز الترجي الرياضي التونسي ابعث اس ام اس في او اس تي على الرقم 85959. واذا تقول المباراه باش تنتهي بالتعادل ابعث اس ام اس فيه نول على الرقم 85959. العب وفوز ب 1000 دينار من اهداء التلفزه الوطنيه. سي بسام، النادي الافريقي مدرب هولندي، حديث عن الكره الشامله اللي مازالت ما ظهرتش في النادي الافريقي. اداء النادي الافريقي مازال متذبذب، مازال ما ارتقاش لمستوى انتظارات جماهير النادي الافريقي، وتشكيله في النادي الافريقي ديما تتغير. يعني منذ بدايه الموسم ما شفناش تشكيله لعبت جوج مباريات على بعضهم في النادي الافريقي، وهذا يمكن مفهوم، وهذا يمكن توجه المدرسه الهولنديه. كنت
عندي معلومات يعني على الدوره التدريبيه ولا الدوره التكوينيه اللي خضعوا لها المدربين توانسه تحت اشراف خبراء هولنديين في كره القدم. الهولنديين يقول لك بخلاف حارس المرمى والزوز اللي في قلب الدفاع بقيه التشكيله ما عنديش معنا، مع بقيه التشكيله تنجم تتبدل في كل اسبوع. هذا يظهر لي اللي ظاهر في تشكيله النادي الافريقي اللي بدا بها اليوم ادري كوستر. انا قبل كل شيء نقول زاد نضم صوتي اللي عليه زوج جمعيات ما وصلوش للذروه نتاعهم والديربي جا بكري شويه. بالفائده في الجمعيه الكبيره هي انها تنتصر، حتى وكان ما تقنعش لازمها تنتصر وتحصد النقاط. هذا هو الهدف نتاعها اذا كانت تحب تلعب على اللقب. اذا تقارن النادي الافريقي وين لعب في قصر هلال الاسبوع الفارط، ما نتصورش انه فريق ينجم يقدم لعب كره يقنع على ميدان كيف الميدان هذاك. بالنسبه للمدرب كوستر حكايه الحفاظ على وديما التشكيله تتبدل. سي بسام باش نرجع معاك، زميلي احمد صالحي حاضر في ملعب رادس. تفضل احمد. يعطيك الصحة محمد علي. المداخلة الأولى حبيتها باش تكون مع نجم من نجوم الترجي في الثمانينات وبداية التسعينات، عبد الحميد الكنزاري، اللي عاش يعني تقريبا عشرات الدربيات. سي عبد الحميد، يعني كيف ترى أجواء الدربي تو مقارنة بالدربيات اللي عشتها أنت؟ والله الدربي ديما عنده طعم دربي، خاصة بين الترجي والافريقي. يظهر لي ما فماش فرق بين دربي 80 ودربي 90 ودربي 2000. بالنسبة للدربيات اللي لعبتهم أنا الكل كانوا من أعز الدربيات، وخاصة تاح لي الشرف باش سجلت بونتو اللي ما يتنساش بالكل عام 80 سليم بن عثمان. بعد 6 سنين ما انتصرناش على النادي الافريقي، انتصرنا عليها بواحد، من وقتها بدات الانتصارات. يعني الدربي اليوم شنو رايك فيه؟ تقريبا جمعيات الزوز يتشابهوا، نفس الظروف نفس الاداء. والله ما تنجمش تتكهن الترجي والافريقي، ما تنجمش تتكهن. كما انا نقول 50-50، وان شاء الله قبل كل شيء يكون دربي يمتع الناس باش تفرجوا الكره، هذا المهم. صح سي عبد الحميد، تفضل محمد علي. تقعد ديما عندك الاولويه في استجوابات اخرى. سي بسام وصف. كرة القدم الحديثة توا تشوف الفرق الأوروبية وكل لازم تحافظ على المجموعة نتاعك الكل. شوف أعتى الفرق ريال مدريد البرشلونة تلقى عندها نجوم، لكن النجوم لازم الناس الكل تلعب. يعني ماهوش باش يكون عائق بالنسبة لي أنا. اللي نحب نقوله بالنسبة للمقابلة مع نتاع اليوم، قلت لك جات في وقت مبكر شوية، لكن الدربي يقعد ديما دربي. نفس الخطه التكتيكيه نتاعو معناتها 4-2-3-1 هذه محافظين عليها. رغم اللي فما مقابله ضد كولومبيا غير اسكندر القاسي ولا يلعب دوز اتاكون، معناتها ولا يلعب دوز مهاجمين. اليوم ما نعرفش ونيانج. اليوم ما نعرفش شنو ظروف نيانج علاش ما لعبش. انا سمعت مضروب وما نعرفش مش متاكد من المعلومه. اما اذا كان جا نيانج لاباس عليك